السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله كده هنعمل معاكم شوية فطير فلاحي يستاهلوا بوجكم. هنعمل فطير مربعات زي كده، اللي هو وفطير كحك بسكر للعيال. الكحك ده حاطين فيه سكر، وهنبدأ نفرد معاكم الفطيرة وهقول لكم على طريقة الفرد. احنا طبعا بنفرد بالعصاية دي او بالزانة، اسمها عندنا واسمها زانة العصاية دي. فالحاجة زي ما انتم شايفين طبعا، ربنا يديها الصحة، هي اللي هتبتدي، هي اللي هترش لنا يعني الفطير ورانا، وهتعمل لنا صينية مفروطة زي ما انتم شايفين كده، وصينية مطبقة مربعات، وهتعمل لنا شوية كحك بسكر للعيال علشان يفرحوا معانا. كل اللي هنعمله ده بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 2 كيلو دقيق، مفيش ولا اكتر ولا اقل. هنعمل كذا صينية كمان، صلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ نعجن مع بعض. العجينة دي طبعا مفيهاش غير شوية مية من الحنفية ومعلقتين ملح. كيلو الدقيق ليه معلقة ملح، معلقتين ملح، وهتفضلي تعجني فيهم كويس لحد ما يطبعوا معاكي. وهتحطي معلقة سمن، دي معلقة سمن، هي مش سايحة عادي، هتحطيها حبة تسيحها وتحطيها عادي، بس أهم حاجة ما تكونش سخنة. فزي ما انتم شايفين طبعا احنا خدناها سمنة بلدي جالسة يعني مع الجو يعني. فصلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ نطبخها معاكم كويس. العجينة مش بتجيبي أي حاجة غير إن انت تجيبي معلقة ملح تدوبها في المية، والدقيق بيكون دقيق قمح متعدد الاستخدامات، اللي هو الدقيق القمح العادي خالص، اللي هو دقيق 6 12 أو الجميزة أو بت الشكارة. يعني عندنا احنا التلات أنواع دول هما اللي بنستخدمهم في كل حاجة، سواء قدسية، سواء فطير، سواء شعرية، سواء أي معجنات، فايش، جرس، أي حاجة بنستخدم فيها. هتعرفها تعجن معاك ازاي، هتخلع من ديك وتخلع من الصينية وهتلقاها نعمت معاكي واتطبعت. هتحطها جنبك كده في صحن ولا طبق، وهتبتدي تقطعيها. بترش رش الدقيق في الأول على الصينية اللي انت بتقطع فيها، وبتقطعي صغير، ما تقطعيش كبير. اول صينيه كنا مطلعينها دي مطبقه، اللي هي اربعات، عملناها هي مش عملناها مفروض، عملناها مطبقه، يعني 4 4 ونطبقهم ونحطهم. تمام، دي عملناها علشان الحبايب اللي عند الفرن كلهم ده، لو حبايبنا واخواتنا وامنا وستنا وكل ده نتغدى. كنا مطلعينها، فهنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجبنا جبنة قديمة وجبنا عسل، وبدأنا يعني ايه، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا واحنا قاعدين عند الفرن. فصلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مش بنعمل الرقاق الفلاح ده كل يوم ولا كل اسبوع، فبتبقى حاجة زي فكهة عندنا. فطبعا فاليوم اللي بنعمل فيه الفطير الفلاح ده بنلم حبايبنا، يعني احنا واخواتنا وكده وستي ونعمله. فصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حابين تعملوا فطير، ما هو العجينة بتعملوا منها فطير مرقوق، اللي هو زي ما انتم شايفين طبعا دي اسمها دي مفرودة. يعني بترش حوالي 15 20 رقاقة وتحطيها زي ما انت شايفة كده في الصينية وتفرطيها. أهم حاجة تفرطها من الحوافي، تقصعها من النص، لأنك لو حطيتي في الحوافي كده كسرت الجنب في الحوافي كده، فهتبقى عاملة معاكي ايه، معجنة من الجنب، لأن ده كذا رقاقة. بتحط رقاقة رقاقة وترشيها، رقاقة رقاقة وترشيها، بعد كده تشديهم من على الصينية الكبيرة وتحطهم في الصينية اللي انت هتعملها فيها. اما ده اللي احنا كنا عاملينها، ده عاملينها عشان نفطر بيها، قصدي نتغدى بيها قدام واحنا قاعدين عند الفرن، بدل ما نجهز غدا. جبنا جبنة قديمة وعسل، وبدأنا يعني كل واحد خد له قرصة هو وعياله وكلناه. فصلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلت معنا في الفيديو لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا عاد بنفردها. اول حاجه لما نيجي نفردها بترشي حبه دقيق وتفردي كل جنب يعني هي لها 4 جنوب الرقاقه مدوره، فكل جنب بتاخديه كده بترجيه وتفردي، تاخدي الجنب اللي بعديه لحد ما تبقى كلها سوا بعضيها، يعني ما تبقاش جنب تخين وجنب رقيق. تمام، لحد ما تكبر معاكي وتبقى خفيفة زي ورق السجاير كده وما فيهاش دقيق قوي، علشان لو بقت شاربة دقيق هتتقطع معاكي. وكمان شايفينها كده خفيفة ازاي، بص خفيفة رقيقة ازاي. الحتة اللي اتقطعت دي يا جماعة بنت الصغيرة حاطت ايدها فيها، يعني يعني هي مش مقطوعة من الرق، لا ده لما كانت قاعدة عند جنبنا العيال وكده فاتقطعت من العيال بس. شايفين طبعا احنا بنرجها زي ما انتوا شايفين طبعا، هي بتكبها حجمها حجم الليمونة الصغيرة، فاحنا بنكبرها زي ما انتوا شايفين حاجة
اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين طبعا ستي كانت بترش السمنه وبتلفها كده. الصينيه اللي احنا بنفرد عليها او بنعمل عليها دي مش متوسخه يا جماعه، ننزل عليها سمن وسكر علشان احنا كنا راشين كميه حلوه قبل ما ادور تصوير. فيعني ده سمن وسكر مش حاجه يعني، بس هو بيجلس مع الجو لما الجو يعني مش يعني لما في سمن الجو طري فبيجلس. طبعا شايفين الرقاقة خفيفة ازاي، وحجم الرقاقة نفسها اللي احنا قاطعينها صغير جدا، فطبعا لما انت تكبريها بالشكل ده وما تكونش فيها دقيق قوي بتكون شفافة وعاملة زي الورق الزبدة كده. بترشها يا ستي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ده سمن بلدي يعني سمن بقري، بنكون مسيحينه. وتحط جنبها ست سكر، ترش حبة سكر وحبة سمنة وبتلف الكحك كده عشان العيال بيحبوا الكحك ده فيه سمن وسكر. تمام. ولو حابة تعملي من غير سمن وسكر خالص، يعني حابة تعملي بسمن بس من غير سكر ولا الكلام ده كله، ماشي. إيه، بس احنا الصراحة العيال بيموتوا في حاجة اسمها كحك زي اللي انتوا شايفينه ده، لان العيال بيحبوا الحاجة المسكرة. فاحنا عملنا يعني مسكر، وعملنا عادي، وعملنا يعني عملنا كل زي ما انتم شايفين طبعا، عملنا كل الانواع من العجين اللي انتوا شفتوها. العجين اللي انتوا شفتوها طبعا قطعناها قطعة تيجي 40 واحدة، لان احنا مش بنقطع الحجم الرقاقة كبير. فطبعا كل صينية بنعملها كده بتحط الكحكة وتدهنها سمن من على وشها علشان تبقى اما تلمع معاكي في الفرن ويبقى طالعة شكلها حلو، متبقاش هي طالعة مقشرة او طالعة لونها مش محمر وحلوة كده. فطبعا حابة تعملي اربعات زي اللي في الفرن دي، ده كل رقاقة 3 أو 4 ونطبقهم زي المربع كده ونحطهم في الصينية. دي الكحك ده رقاقة واحدة، كل واحدة وحدها، يعني كل رقاقة بنرشها سمن وسكر ونعملها كحك بالشكل ده. العيال بيموتوا على حاجة اسمها كحك. لو وصلتوا معنا في الفيديو لحد هنا متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا الفطير الفلاحي هو جوه لما كانت الإضاءة مش حلوة فحاسين ان هو مجربع، لكن بص الإضاءة بره ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجة تفتح النفس. الصينية دي اللي طلعت اللي اتغدينا بيها، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. حابة تقليب عسل ماشي، الطحنية ماشي اللي هو العادم ده، حابة تقليه بجبنة قديمة ماشي، حابة تقليب جبنة جديدة ماشي، جبنة دكان ماشي. أبو سكر ده بيتاكل كده من غير أي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله.